شايفه ممبار العيد وجماله. شكله تحفه ولا طعمه بقى. ريحته كانت جايبه اخر الشارع، تتبيله رهيبه. جامعه ما بين اللي بيحب المتسبك واللي كمان اللي بيحب الني في ني. خلطه حلوه ما شاء الله عليها، والرز مفلفل والممبار طري وجميل. لو انت عايز تعرفي عملنا الجمال ده ازاي اتفرجي على الفيديو. وقبل اي حاجه ما تنسيش تصلي على الرسول في الكومنتات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. قبل اي حاجه نصلي على الرسول في الكومنتات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كمان ما ننساش ندعي لاخواتنا واهالينا في غزه. اللهم انصرهم وفك كربهم، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم لا تجعل الكافرين عليهم سبيلا، ارحم الراحمين يا الله. هعمل معاكم النهارده الممبار الطويل ده. انا هعمله بوبس، ما بقطعوش، بسيبه طويل كده. انما اللي انا هعمله بالقطعه انت بتقطعيه بالحجم او المقاس اللي انت عاوزاه. انا كنت منضفاه معاكم، هسيب لكم لينك التنظيف في التعليقات. لما بقلبه وانضفه ما برجعش اقلبه تاني. بحشي على الطبقه اللي فيها الدهنه دي، بتدي طعم حلو كده لخلطه الممبار وبيبقى حلو. تمام. اول حاجه هنعملها حله على النار فيها معلقه سمنه كبيره وكمان معلقتين زيت كبار، وانزلي فيهم ببصلايه كبيره كده متقطعه صغير. انا عايزه البصلايه دي يا دوب تدبل بس، مش عايزاها لا تحمر ولا تاخد لون. اتفقت معاكم ان انا النهارده هعمل لكم خلطه ممبار تجمع ما بين الني في ني وكمان المتسبك. فانا اول خطوه هبتدي بيها هي التسبيكه. هتقلبي البصلايه دي لحد ما تبقى شفافه كده او يا دوب تدبليها بس. وانزلي عليها بعصير طماطم فريش مضروب في الخلاط. ويا ريت تكون الطماطم دي حمراء عشان التسبيكه بتاعتك او الصلصه بتاعتك يكون لونها حلو. تمام كده. كمان هتنزلي بمعلقتين صلصه كبار، هيخلوا لك لون التسبيكه برده حلو، كمان هيدوا لك طعم حلو. دي صلصه بيتي انا كنت عاملاها في البيت ومفرزاها. بهارات بتاعتنا بقى: ملح، فلفل، كزبره، كمون، بابريكا، بهارات محشي. وسبع بهارات. بهارات المحشي دي بتيجي جاهزه من عند العطار، بتودي اي خلطه محشي في حته تانية خالص يا بنات. وقلبيها بقى وسيبها تسبك براحتها. دي التركه بتاعتي بقى في اي خلطه محشي انا بعملها، مش الممبار بس. خلطه المحشي اللي انا عاملاها النهارده دي تنفع لاي نوع محشي انت بتعمليه. بصلايه كبيره مفرومه، فلفل الوان مفروم، لو ما عندكيش فلفل الوان يبقى قرن فلفل اخضر وقرن فلفل حامي لو بتحبي الحامي. ودعكيها كويس جدا بنفس بهارات المحشي: ملح، فلفل، كزبره، كمون، بابريكا، وكمان شويه بهارات محشي. وانزلي بقى بالخضره المشكله بتاعتك الجميله دي. انا بحب الخضره كتير في المحشي عموما. ودعكيها كويس قوي بالبهارات والفلفل والبصل. وكمان انزلي عليها بالتسبيكه القمر بتاعتك دي. انت كده خدت طعم ولذاذه الني في ني، وكمان طعم وصقاره كده التسبيكه. قلبي بقى الخلطه بتاعتك دي وتاخدي احلى خلطه لاي محشي عندك. خلطة الممبار بتاعتنا ما شاء الله عاملة ازاي. دي طبعا اللي جمعت بين المسبك والني في ني جميلة. بصي بقى، نصيحة: سواء كنت بتحشي ممبار او حمام او فراخ او اي طيور عموما بتحشيها، ما تبوظيش خلطة المحشي كلها عشان ما تتزفرش، واللي يفيد منك ما تعرفش تستخدميه. تمام. هتجيبي الممبار الصبعين الاتنين بتوعك دول، هما اللي فاتحين بيه الممبار. تمام. زي ما انت شايفة كده، الصبعين الاتنين دول كده دخليهم، وايدك التانية وحشي. هي طريقة سهلة قوي على فكرة، حشو الممبار سهل. دخلي انت بس الصبعين بتوعك دول، افتحي بهم بس فتحة الممبار، ودخلي الرز في قلبها. الممبار يا بنات ما تملهوش رز. الممبار لو مليتيه رز هيفرقع منك وهو بيتسلق. فانت ما تمليش الممبار رز. انا عاوزاه لسمك ده كده. هتقوم الممباره معاكي طالعه حلوه، ما تفرقعش منك في الميه، وكمان تطلع مستويه وحلوه. تمام. بس اعملي زي ما انا بقولك كده بالظبط. الصابعين الاتنين اللي يدخلوا في فتحه الممبار، وايدك التانيه شغاله. يعني انت بتمسكي بايدك الشمال وبتحشي بايدك اليمين. تمام كده. يا رب بس تكون الصوره واضحه، او انكم تكونوا شايفينها او فاهمينها كويس. وحشي بقى بالطريقه بتاعتك دي، وما تمليش الممبار قوي. تمام. وبرده خلينا متفقين ما تبهدليش خلطه المحشي كلها او خلطه الرز كلها معاكي، بحيث ان اللي يفيد معاكي تعرفي تستغليه. تمام كده. يلا نعمل كمان واحدة مع بعض. نفس الصباعين دول هتدخليهم في الممبار، دوب تفتحي بس فتحة الممبار، وايدك التانية بتدخل رز. تمام. وبرده ما تمليش الممبار قوي. الممبار ده انا كنت منضفاه معاكم، وهسيب لكم لينك التنظيف بتاعه في التعليقات. تمام كده. افتحي الممبار بصبعينك الاتنين، وايدك التانية بتدخل الرز. اقسم بالله حلو، طريقة حلوة. وكمان الخلطة ده هتعجبكم اول اي محشي هتعملوها، تحسوا ان هو طعم تاني كده مختلف. تمام. فما تملوش الممبار قوي عشان ما يفرقعش، يا دوب بالسمك اللي انت شايفاه ده.
البوبس بقى بيتحشي بنفس الطريقة عادي جدا، بس بيختلف ان هو بيبقى بالطول اللي انت شايفاه ده، عشان تعرفي تربطيه وتطلعي منه الكور الحلوة اللي انت بتشوفيها. فالممبار البوبس هيتحشي بنفس الطريقة، بس بيتحشي وهو طويل بالمنظر ده كده، ما بيتقطعش. تمام. هتدخلي برضو صابعينك الاتنين في فتحة الممبار، وايدك التانية بتدخل الرز وتحشيه وهو طويل زي ما هو كده. تمام. انا هحشي كل الكمية اللي عندي سواء كان البوبس او العادي، ونرجع نشوف هنعمل ايه. انا حشيت الممبار البوبس زي ما انت شايفاه بنفس الطول ده كده. تمام. ما شاء الله مش مليان رز، ما ينفعش تضغطيه عشان برضو ما يفرقعش منك. وتعالي بقى حددي حجم الكرة اللي انت عاوزاها. تمام. وبالخيط العادي جدا واربطي على قد حجم الكرة اللي انت بتحبيها او عايزاها كبيرة او صغيرة. اضغطي كده وحدديها في الممبار بتاعك واربطيها بالخيط. تمام كده. يا رب تكون الدنيا واضحة. هي الحكاية كلها سهلة والله، الممبار ده أسهل مما يمكن، بس ركزي معايا وامشي على الخطوات بالظبط. هتطلعي أحلى حشوة ممبار وكمان أحلى حشوة محشي ممكن تعمليها. انت بس اضغطي وحددي المكان واربطي بالخيط. خلصت كل الكمية اللي عندي زي ما انت شايفاها كده، سواء كان اللي بالقطعة ده أو البوبس. ما شاء الله أنا ربطته كله اهو. يلا بينا بقى على التسوية. حله فيها ميه بتغلي على البوتاجاز، ولازم تكون بتغلي وبتقلب خالص كده. فيها طماطمايه، بصلايه، حبوب فلفل اسمر، حبهان، قرنفل، جوز الطيب، ورق لورا. وانزلي بالممبار بتاعك متني زي كده. اول تريكه في تسويه الممبار، حطيه متني كده يطلع معاكي شكله متناسق بعد التسويه، مش ملولو على بعضه، لا هيطلع مفرود وحلو. وسيبيه على نار عاليه لحد ما يغلي، ولما يغلي هقولك تعملي فيه ايه. نفس الطريقة في البوبس، حلة فيها مية بتغلي، بصلاية، طماطمية، ورق لورا، حبهان، قرنفل، جوز الطيب. انزلي بالممبار بتاعك ولما يغلي هقولك تعملي ايه. مجرد ما يغلي قلبيه، هدي عليه النار وغطي عليه الغطا، بس ما تغطوش قوي لان لو غطيتيه قوي ممكن يفرقع منك. تمام كده. فما تغطيهوش قوي. من الوقت للتاني طلعي الممبرايه اضغطي عليها بايديك، لقيتها طريه يبقى كده استوى، لقيتيها لسه حبايه الرز ناشفه كده ما استواش. نفس الكلام في البوبس، اضغطي عليها لقيتيها طريه كده استوت، لقيتي حبايه الرز ناشفه تحت ايدك لسه ما استواش. هدي عليه النار وما تغطيش الغطا قوي لحد ما يستوي تماما. كده الممبار عندي بعد مرور ساعة بالظبط على نار هادية. ما شاء الله شوفي، ضغطي عليه طري بالشكل ده كده استوى معاكي ازاي. لو ضغطتي عليه ولقيتي حبايه الرز ناشفه تحت ايدك لسه قدامه شويه. ما شاء الله الحله التانية برضو ضغطت عليها، ما شاء الله طري زي ما انتم شايفين كده، يعني مستوي سوا كامل. نفس الكلام لو لقيتي حبايه الرز تحت ايدك حسيتيها ناشفه، يبقى لسه عايز كمان شويه سوا. تمام. هو ما شاء الله اخد معايا ساعه بالظبط على نار هاديه، وكان مستوي سوا كامل. شايفه الممبار طري ازاي. مجرد ما استوى انا طلعته، واللي انا كنت عاملاه بوبس قصيته، بس للاسف مقطع القص ده لقيته ما تصورش. كل اللي هتعمليه انك مكان ما انت رابطه بالخيط هتقصيه بالمقص، مش اكتر ولا اقل من كده. هيبقى معاكي بالمنظر ده. وما تحمرهوش الا لما يبرد تماما. تمام كده. يعني ما تحمريش الممبار الا لما يبرد خالص. هاتي بقى طاسة على النار فيها زيت على سمنة او زيت بس، وانزلي بالممبار بتاعك لحد ما ياخد لون حلو بالشكل ده كده، وطلعيه على مناديل المطبخ. متهيألي ولا اسهل من كده. خلطة حلوة اعتمدوها بس في المحشي عندكم تحفة، تجمع ما بين التسبيكة والني في ني. شايفين الجمال والحلاوة. متهيألي الشكل بيتكلم عن نفسه. خلطة تحفة، طعم أحلى حاجة كده، بتجمع بين حاجتين اتنين حلوين. طعم الطماطم المتسبكة الحلوة، وكمان طعم الخضار والبصل الني. جربوا الخلطة دي في أي نوع محشي، رهيبة هتعجبكم. الممبار طري، الخلطة في قلبه مفلفلة، مش بيضة ومش مجيرة، حلوة ومفلفلة وحمرة. يا رب الوصفة بتاعتي تكون عجبتكم، وما تنسوش تصلوا على الرسول في الكومنتات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كمان ما تنسوش تدعوا لإخواتنا في غزة اللي ربنا يلطف بيهم. اللهم انصرهم على عدوهم. اللهم أمدهم بملائكة من عندك. اللهم لا تجعل الكافرين عليهم سبيلا يا أرحم الراحمين يا الله. وكمان ما تنسوش تعملوا متابعة للصفحة ولايك وشير كتير عشان يوصل لبناتنا وصفات كتير.